عائشة. أم المؤمنين عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، وعرس رسول الله، وزوجة النبي من أمهات المؤمنين، وجديرة بالاحترام وجديرة بالتقدير. وقد افتات علينا البعض فزعم أننا نرمي أم المؤمنين بأنها ارتكبت البهتان. حاشا لله، ولا يقول ذلك منا أحد قط. وإذا أحببت بوسعك الرجوع إلى آيات الإفك النازلة في القرآن الكريم لترى تفاسير الشيعة كيف تقف من أم المؤمنين، كيف تحترمها وتنزه ساحتها وتقول بأنها عرس رسول الله يجب أن تصان كرامتها وتصان سمعتها. وإمامنا الإمام علي يقول للنبي إن الله طهر نعلك فكيف لا يطهر عرضك. هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية أن ارجع إلى تراجم من ذهبوا من قال بالإفك في موضوع الإفك، ما فيهم واحد من الشيعة محسوب على الشيعة، ما فيهم واحد أبدا، محسوبين على غيرنا الذين ذهبوا إلى حديث الإفك. أما إحنا بالعكس، إحنا ننزه عرض رسول الله وننزه ساحة النبي. الوائل يأتي بهذه الرواية لأجل تنزيه عائشة من أنها أنها قد لوثت بالإفك أو رميت بالإفك. أولا قضية الإفك حسب اعتقادنا نحن شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ليست تخص عائشة. يعني أصلا قضية الإفك هذه عندنا حسب رواياتنا تخص السيدة ماريا القبطية عليها السلام، هي التي رميت بالإفك والتي رمتها عائشة للعلم. يعني حسب رواياتنا عائشة وأبو بكر وعمر وحفصة هؤلاء رموا السيدة ماريا عليه السلام بالإفك وقذفوها بأنها والعياذ بالله زنت وجاءت بإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، جاءت به من الزنا نعوذ بالله، فبرأها الله عز وجل. آيات الإفك آيات البراءة هذه في سورة النور إنما نزلت عندنا في شأن ماريا عليه السلام. إنما التي جاءت بعد إذن وحاولت أن تدعي أن هذه الآيات نزلت في براءتها هي نفس عائشة، وقد أثبتنا ذلك في كتابنا أنه لا شاهد على أن عائشة هي المبرأة في سورة النور إلا عائشة نفسها، وهذا أمر غير مقبول. فأول الكلام يعني إذا ما أردنا أن نخاطب الوائل نقول له تعال، أنت على أي أساس أصلا زعمت أنه هذه الواقعة تخص عائشة حتى تقول إن أمير المؤمنين عليه السلام حسب الرواية الموضوعة لما استشاره النبي صلى الله عليه وآله في شأن عائشة قال إن الله طهر نعلك فكيف لا يطهر عرضك؟ زين، هذا واحد. ثانيا، هذه الرواية هل هي من مصادرنا؟ كلا، لا تجد لها مصدرا في روايات ومصادر أهل البيت عليهم السلام على الإطلاق، وإنما هي من مصادر أهل الخلاف. ثلاثة، هذه الرواية في مصادر أهل الخلاف هل وردت في المصادر المعتبرة عندهم؟ الجواب كلا، في مصدر غير معتبر هم يشهدون عليه بأنه منحول مكذوب. فالرواية من كل الجهات ليست سوى رواية موضوعة مكذوبة، وليت أنني أجدها في الكتاب حتى أقرأ لكم نصها، فهي رواية طويلة علائم الكذب والاختلاق والوضع ظاهرة عليها. لماذا؟ لأن فيها أن النبي وقف متحيرا لا يدري هل أن عائشة زنت أم لم تزني حسب أقوال أهل الإفك، فجاء يستشير أصحابه على هذا الترتيب: أبو بكر عمر عثمان علي. هذا أول قضية جبتها. موقع القطرة جبتها، يجيب طلع ما موجودة بالكتاب، ما أدري أي صفحة هسه، ألف صفحة وين نقدر ندور. زين، ها لطيف، شوفوا
تجد هذا الحديث المكذوب في كتاب تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، زين، وفي استعمال الدرنفيس. عرفت كتاب من هاي قصص ألف ليلة وليلة، ماكو هالشغلات. للديار بكري، الجزء الأول الصفحة 476، تحت عنوان كلام عمر وعثمان وعلي في حق الإفك، زين. ونصه هو التالي. شوف بالله عليك، هاي الرواية يمكن قبولها. هي النص هيبين أنه واحد من ذولا إجا والنبي استشاره، وكل واحد قايل له مقطوعة شعرية، قايل له مقطوعة أدبية، دا يحكي. يقول روية، حتى ماكو سند، ماكو مثلا روية، هذا شنو ما ندري. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في تلك الأيام كان أكثر أوقاته في البيت، فدخل عليه عمر فاستشاره في تلك الواقعة، يعني في قضية الإفك اللي أصلا مو بعائشة، زين. فقال عمر: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله أنا قاطع بكذب المنافقين، لأن الله عصمك عن وقوع الذباب على جلدك، لأنه يقع على النجاسات فيتلطخ بها، فلما عصمك الله تعالى عن ذلك القدر من القذر، فكيف لا يعصمك عن صحبة من تكون متلطخة بمثل هذه الفاحشة؟ فاستحسن صلى الله عليه وآله كلامه. وقال عثمان: إن الله ما أوقع ظلك على الأرض لئلا يضع إنسان قدمه على ذلك الظل أو تكون تلك الأرض نجسة، فلما لم يمكن أحدا من وضع القدم على ظلك، كيف يمكن أحدا من تلويث عرض زوجتك؟ زين. وقال علي: يا رسول الله، كنا نصلي خلفك فخلعت نعليك في أثناء الصلاة فخلعنا نعالنا، فلما أتممت الصلاة سألتنا عن سبب الخلع فقلنا الموافقة، فقلت: أمرني جبريل بإخراجهما لعدم طهارتهما، فلما أخبرك أن على نعلك قذرا وأمرك بإخراج النعل عن رجلك بسبب ما التصق به من القذر، فكيف لا يأمرك بإخراجها بتقدير أن تكون متلطخة بشيء من الفواحش؟ زين. وتجد الجزء الأخير من هذا الحديث الموضوع بلفظ آخر في كتاب السيرة الحلبية للأمين والمأمون لعلي بن برهان الدين الحلبي، الجزء الثاني صفحة 306، حيث قال: ودخل عليه صلى الله عليه وآله علي كرم الله وجهه فاستشاره، فقال له علي كرم الله وجهه: أخذت براءة عائشة من شيء، هو أن صلينا خلفك وأنت تصلي بنعليك، ثم إنك خلعت إحدى نعليك، فقلنا ليكون ذلك سنة لنا، قلت لا، إن جبريل عليه السلام أخبرني أن في تلك النعل نجاسة، فإذا كان لا تكون النجاسة بنعليك فكيف تكون بأهلك؟ فسر صلى الله عليه وآله بذلك. زين. هذا الحديث في مصادر المخالفين لا يقيمون لها وزنا، هم المخالفين لا يقيمون لها وزنا، نحن نقيم لها وزنا، احنا نعتبرها مصادر اللي يمكن الاستناد إليها، وحديث لا أصل له ولا فصل، وحتى علائم الكذب والوضع ظاهرة عليه من اللغة، لغة الحديث. إخواني، هذا يعرفه المشتغلون بالحديث، أنه مثل هاي الاصطلاحات، مثل هاي الكلام، مثل هاي اللغة الأدبية الشاعرية بهالطريقة ما كان يستخدموا آنذاك. وثم أنت تقبل أنه أولا النبي صلى الله عليه وآله يستشير عمر ثم عثمان ثم أمير المؤمنين عليه السلام؟ شنو هذا الكلام؟